تشكيل الأهلي الأفضل لمواجهة الزمالك في الدوري المصري في حالة عدم جاهزية أشرف بن شرقي. رقم واحد، خلينا متفقين إن كولر مش مقتنع بكريم الدبيس في مركز الباك الشمال دفاعيا، وعارف إن اللاعب ده عنده نقط ضعف وبيعالجها بإنه يلعب بثلاثي في الخلف. إذا لو كريم الدبيس هيكون موجود في الملعب، كولر هيلعب بثلاثي في الخلف. علشان كده بتمنى يكون أو شكلنا في الملعب أو نلعب بطريقة 3-4-1-2 والعب بالقوة الهجومية الكاملة من أول دقيقة. عايزك تعرف إن الأهلي مش الفريق اللي بيلعب على دكة البدلاء وبيحصل تغييرات من المدرب بدري في الشوط الأول. كولر مش مقتنع بالفكرة دي، يكاد يكون ما بنعملش تغييرات، وأول تغيير بيكون لنا بالنسبة لنا هو كريم ندفد في الدقيقة 75. إذا ألعب بجراديشار مع وسام أبو علي من أول المباراة، وخلص المباراة من الشوط الأول أسجل هدف واثنين وثلاثة. طريقة اللعب الأنسب زي ما قلت بالنسبة ليا 3-4-1-2، وهنا هقول لك ليه دلوقتي. في حراسة المرمى محمد الشناوي ألعب بثلاثي في خط الدفاع، محمد هاني وده مساك يمين علشان يعمل الزيادة العددية مع حسين الشحات ويدعم حسين الشحات في الشغل الهجومي، وفي نفس الوقت محمد هاني يقدر يخرج بالكورة بشكل كويس. في وسط قلبين الدفاع ألعب بأشرف بن شرقي، وده مهم جدا لأن أشرف بن شرقي لاعب مميز جدا في اللعب بالكرات الرأس، وهنا نقطة قوة الزمالك، بيلعب عرضيات كتير جدا وكرات ثابتة. وجود أشرف داري في مركز قلب الدفاع هيحد من خطورة الزمالك ويفسد هجماتهم أو خطورتهم عن طريق العرضيات. مساك شمال وقلت هو مصطفى العش، وده علشان يدعم كريم الدبيس ويخرج بالكرة بشكل كويس. عندك مساكين الاتنين الأصل بيلعبوا باك، فالاتنين قادرين على الزيادة العددية وقادرين على التكملة الهجومية. وحصل من مصطفى العش في ماتش غزل المحلة قبل ما يحصل على طرد، هو اللي صنع هدف إمام عاشور لو رجعت بالذاكرة. في وسط الملعب أحمد رضا ما ينفعش يقعد، أحمد رضا عمل إضافة محتاجها وسط ملعب الأهلي، الربط ما بين الدفاع والهجوم. لاعب بيكمل هجوميا، لاعب بيغطي المساحة في الظهر وبيقدر يقفل بشكل كويس وبيتوقع بشكل كويس وبيحضر للباص من قبل ما يستلم، مع مروان عطية. وهنا الاتنين يكونوا بأدوار واحد، أدوار دفاعية معروف مروان عطية، وأحمد رضا تقدر تربط ما بين الدفاع والهجوم ومميز جدا. إمام عاشور هيلعب زي ما قلنا في العمق كصانع ألعاب، وهنا هتلعب بحسين الشحات ظهير يمين وكريم الدبيس ظهير شمال، وخلفهم زي ما قلنا هاني ومصطفى العش هيقدروا يدعموهم في المباراة وبيقدروا يزيدوا بشكل مميز جدا. ثنائي امامي هو وسام ابو علي وجراديشار، وزي ما قلت وجود وسام ابو علي وجراديشار من اول المباراه مهم جدا، لان الاهلي ما بيعتمدش على دكه البدلاء، لان الاهلي مش لازم يكون عنده دكه بدلاء قويه، لان كولر ما بيعتمدش عليها. ولازم نستغل حاله الزمالك من الارتباك. الزمالك مرعوب جدا، الزمالك عنده نقط ضعف كتير جدا في خط الدفاع، لازم تستغلها وتسجل هدف وما تسيبش الكوره للزمالك وتغلط غلطه السوبر الافريقي. لازم تسجل هدف والتاني وتدوس على الزمالك وهو في اضعف حالاته. لازم تستغل ده بشكل كويس جدا. الزمالك لو سبت له جزء في المباراه بيقدر يسحب بشكل كويس جدا ويدخل في المباراه وفي الاجواء وبيوصل للي هو عايزه. لازم تمنع الزمالك من البدايه انه يدخل من المباراه، وده بهدف واثنين وثلاثه واربعه. لازم الاهلي يبقى على درايه ان احنا او كولر لازم يبقى على علم ان احنا لازم نخلص من الشوط الاول، ما نغلطش غلطه السوبر الافريقي. الاهلي قادر يكسب الزمالك نتيجه واداء ونتيجه كبيره. ده التشكيل الافضل في حاله عدم جاهزيه اشرف بن شرقي. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.